هعمل معاكم النهارده ان شاء الله الستريبس او التشيكن ستريبس زي ما بتقولوا عليه. اول حاجه كده نسمي الله ونصلي على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. معايا صدور فراخ مقطعاها ستريبس بشكل طولي زي ما انتم شايفين كده، وسايبه هنا معايا قطعه عشان اقطعها معاكم. هقطعها كده بالشكل اللي انتم شايفينه ده، ممكن ترفعيها عن كده او تسيبيها سميكه شويه، دي حاجه ترجع لك انت زي ما انت عايزه. هنا طبعا الفراخ قبل ما اقطعها غسلاها كويس بملح وجنزبيل وليمون. الجنزبيل بيشيل اي زفاره تماما في الفراخ او اللحوم عامه، اي حاجه بتغسليها اغسليها بالجنزبيل كده بيشيل معاكي اي زفاره. معايا هنا كوبايه من الدقيق، اخد عليها معلقتين من النشا. وهنا فايده النشا ان هيخلي الاستريبس بتاعك مقرمش وفي نفس الوقت ما بياخدش لون بسرعه وانت بتحمريه. نحط بقى البهارات، معايا توم باودر وبصل باودر وبابريكا وشطه وملح وجنزبيل ومعلقه من الكركم، وكل ده طبعا معالق صغيره. هقول لكم البهارات تاني: توم باودر وبصل باودر وجنزبيل وشطه وبابريكا وفلفل اسمر وملح، طبعا كل ده بالمعلقه بتاعت البهارات الصغيره. جبت هنا علبه من الزبادي وخدت عليها كده حوالي معلقه كبيره من الكاتشب، وهاخد معلقه هنا من صوص الباربيكيو، طبعا هيدي الستريبس طعم حلو قوي. وخدت معلقه من الخل وخدت عصير ليمون. شايفين الطريقه بتاعته سهله بس ان شاء الله النتيجه بتاعته جميله جدا. انا ما بغيرش الطريقه دي في الستريبس، بيكون كده جوسي وطري من جوه ومقرمش من بره، بصراحه بيكون طعمه تحفه. ان شاء الله تجربوه بنفس الطريقه دي. هنا بقى خلاص هاخد معلقتين دقيق من الدقيق اللي احنا مبهرينه، وهنزل عليهم كده بميه، عايزاها تبقى عجينه سايله خالص. هزود هنا كمان شويه من الميه. خلاص كده تمام. هنزل بالستريبس كده وهحطه في الخلطه دي وهسيبه اقل حاجه ساعتين. ولو عندك وقت ان انت تحطيه في التتبيله من بالليل مفيش اي مشكله، بس اقل حاجه سيبيه ساعتين. خلاص كده تمام. هغطيه كده ببلاستيك راب وهدخله التلاجة لمده ساعتين زي ما قلنا. هنا بقى هنعمل سلطه الفاصوليا. معايا ميه على النار، حطيت فيها معلقه صغيره من الملح. مجرد ما الميه بتغلي، الفاصوليا دي متفرزه عندي يعني واخده غلوه قبل كده قبل ما اشيلها في الفريزر، وهحطها كمان في الميه. مجرد ما تغلي لانها شبه مستويه هشيلها كده من الميه على طول. خلاص كده هاخد علبتين من الزبادي، ده الصوص اللي هنعمله للسلطه. هاخد علبتين من الزبادي واخد عليهم معلقتين كبار كده من المايونيز ومعلقه من الخل وعصير ليمونه. خلاص كده تمام. هقلبها كده كويس. بعد كده هاخد رشه بسيطه من الفلفل الاسمر ورشه بسيطه من الملح. خلاص كده تمام. كده الفاصوليا صفيتها من الميه وغسلتها كويس. معايا هنا بقى بصل متقطع جوانح بالشكل ده، هاخد عليه رشه من الملح ورشه من السماق. السماق هنا هيدي للبصل معاكي مزازه. نزلت كده بيه على الفاصوليا وهقلبها كويس. وبعد كده هننزل بالصوص اللي احنا عملناه. خلاص كده برضو هقفل عليه ببلاستيك راب وهدخله التلاجة برضو لا يقل عن ساعتين عشان السلطة تشرب الصوص بتاعها فتدي معاكي طعم. وده باقي الصوص طبعا لما نيجي نخرج السلطة، لو حسينا ان هي شربت الصوص اللي فيها هنزودها. خلاص كده تمام. كده بقى بعد ما سبت الستريبس ساعتين، الدقيق اللي احنا كنا بهرناه، يعني الدقيق اللي احنا حاطين عليه البهارات والنشا، معايا ميه كده فيها تلج. هنزل هاخد الستريبس احطه في الدقيق وانزل بيه في الميه كده المثلجه عشان يديك التجاعيد اللي انت شايفاها دي. يعني هننزل بالستريبس في الدقيق ومن الدقيق للميه ونرجع نحطه في الدقيق وننزل بيه في الميه، يعني مرتين اتنين. لو عجبتك الوصفه ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل الفيديوهات الجديده. خلاص كده تمام. هعمل كل الكميه كده بنفس الطريقه. خلاص كده انا خلصت كل الكميه، شايفين ما شاء الله عامل ازاي. هنا بقى هعمل الرز معاكم. معايا حله كده فيها شويه من الزيت، خدت بصلايه متقطعه قطع صغيره ونزلت عليها بكبابه صيني وقرنفل وورق لورا.
حطيت البهارات الصحيحه ديت مع البصل عشان تطلع الزيوت العطريه اللي فيها. بعد كده نزلت بمعلقه سكر، وطبعا معلقه السكر دي ما تخافيش منها خالص، هتخلي الرز طعمه حلو ومش هتسكره معاكي ولا حاجه. نزلت بقى بنص معلقه صغيره من الكاري ونص معلقه صغيره من الكركم. طريقه الرز دي جميله جدا، انا ما بغيرهاش، طعمه بيكون حلو. نزلت بمعلقه كبيره من الصلصه، وخدت عليها رشه بسيطه من الفلفل الاسمر نص معلقه صغيره، ودي معالق من بتاعه البهارات. بعد كده نزلت بالملح. وهنا بقى غاسله كوبايتين من الرز البسمتي، هشوحه كده تشويحه مع البهارات والصلصه. وكل كوبايه رز بسمتي بتاخد كوبايتين ميه، يعني لو انت عامله كوبايتين من الرز البسمتي هتحط 4 كوبايات من الميه. خلاص كده هنا نزلت ب4 كوبايات ميه غليها في الكتل. هغطي على الرز وهسيبه لحد ما يتشرب الميه بتاعته وينشف كده تماما، سيبيه يستوي بقى براحته على نار هاديه. كده سيبنا الرز يستوي وهنحمر الاستريبس. معايا زيت سخن، نزلت بالاستريبس كده في الزيت، ومش هقلبه غير لما ياخد لون عشان الكفر اللي عليه ده ما يفكش معاكي ولا حاجه، وهو ان شاء الله مش بيفك. مجرد ما ياخد لون هبدا اقلبه. خلاص شايفين ما شاء الله اللون بتاعه عامل ازاي، وكان مقرمش جدا وجوسي من جوه طري كده وكان جميل. هنطلع بقى الكميه دي وهنزل ببقيه الكميه التانيه. زي ما قلت لك ما تقلبيش غير لما ياخد لون عشان ما تقلبيش فيه كتير. شايفين ما شاء الله اللون بتاعه عامل ازاي، يعني الكاميرا كمان ظلماه، اللون افتح من كده بكتير. شايفين الرز ما شاء الله كمان خلص معايا. هفضيه هنعمل طريقتين للتقديم. ممكن طبعا تعملي كل الاكله الوصفه بتاعتك اللي انت عاملاها على صينيه واحده، ممكن تعملها في اطباق، دي حاجه ترجع لك انت. في تلك الحالات هنعمل طريقتين. هنا بقى كنت محمره شويه من الزبيب وشويه من الفول السوداني، والخطوه دي ممكن تستغنى عنها تماما، مش لازم انك تعمليها. بعد كده نزلت بقطع الاستريبس بالشكل ده كده، ومعايا قطع ستريبس مقطعاه كده بالسكينه برضو قطع صغيره. ودي سلطه الفاصوليا. كده خلاص دي طريقه للتقديم. ممكن تعملي طريقه تانية انك تفضيه في اطباق. شايفين الرز ما شاء الله مفرفر وجميل جدا، طعمه في نفس الوقت حلو. زي ما قلت لك انا ما بغيرش طريقه الرز دي خالص. حطيت هنا بقى قطع من الاستريبس، رجعت شلتها وقطعتها تاني قطع صغيره. هنا بقى حطيت عليها كاتشب. وزي ما قلت لك خطوه الزبيب دي لو انت مش حباها استغنى عنها، مش هتفرق معاكي كتير. ودي بقت كميه الاستريبس ما شاء الله، شايفين عمل معانا كميه حلوه. وقلبه كمان زي ما قلت لك جوسي من جوه ومقرمش من بره. كانت الوصفه النهارده كانت جميله جدا، ان شاء الله تجربوها وربنا يحسن ما بين ايديكم. ونشوفكم في وصفه جديده على خير، ومع السلامه.